اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ لا بيض ولا فرن ولا دقيق ولا أي حاجة ولا أي تعب، في 5 دقايق هتعملي أحلى طبق حلويات لولادك. طعمها لذيذ جدا جدا تجنن كده. في 5 دقايق هتعمليه، ولا تعب ولا مجهود ولا أي حاجة. ما ننساش بس ايه، نحط لايك للفيديو قبل ما نتفرج عليه. ايه رأيكم يا جماعة في شكله؟ شكله تحفة بجد. شكله وطعمه وكل حاجة جميل جدا جدا جدا. نحط لايك للفيديو بقى وندخل على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملنا طبق الحلويات ده ازاي. معايا 400 جرام من البسكوت السادة. هنحطه بقى في الكبة كده ونفرمه كويس جدا. وبعدين هنحط بقى المقادير بتاعتنا عليه. شايفين يا جماعة؟ ناعم جدا. 400 جرام دول تقريبا، يعني هي علبة بسكوت ب20 جنيه، اللي هو الباكت اللي هو ب2 جنيه ده. ف12 باكت بسكوت ب20 جنيه. هنحط عليها بقى معلقتين سكر بودر. بس اللي ما بيحبش الحاجة مسكرة قوي، يعني يحط معلقة واحدة سكر بودر. هو المفروض معلقة واحدة، بس أنا يعني احنا في البيت هنا بنحب الحاجة المسكرة شوية، فأنا حطيت معلقتين سكر بودر. تمام كده. هنحط معلقتين كاكاو خام اسباني. طبعا الكاكاو الخام الاسباني يا جماعة بيبقى طعمه لذيذ جدا في الكيكات والحلويات كلها يعني عموما. يعني هو احسن كاكاو ممكن تستعمليه للحلويات. معلقتين ايه؟ آه كاكاو خام. هنقلبهم بقى كويس كده. دي المقادير الجافة بس اللي احنا هنستخدمها. مش هنحط حاجة تاني. هنشوف بقى السوائل بعد كده. بس ما نقلب بقى السكر والكاكاو والبسكوت مع بعضه كده. شايفين يا جماعة؟ كده لازم تقلبيه كويس جدا. معانا بقى 4 معالق سمنة أو زبدة. هيبقى يعني هتسيحيهم على البوتاجاز كده وهتحطيهم. بس ما يبقوش سخنين يعني. يبقوا باردين بس مش متلجين، يعني علشان انت لو سبت السمنة أو الزبدة لما تبرد خالص، يعني هتقفش في الطبق وهتجمد كده، مش هتبقى سايلة. احنا بقى هنحطها وهي لسه سايلة. معايا بقى كوباية من اللبن أو الحليب. يعني هنحط شوية بشوية كده وهنقلب الخليط كويس جدا. يعني مش هنحط الكوباية كلها مرة واحدة، علشان ممكن تحطها كلها مرة واحدة الخليط ده يبقى سايب منك. احنا عايزين العجينة بتاعتنا أو الخليط البسكوت ده يبقى تقيل، عجينتها تقيلة مش خفيفة أو سايلة. تمام كده. فانا هحط حبة حبة كده وبعدين ايه، هعجن بقى دلوقتي بايدي علشان خاطر لازم الخليط ده ينعم جدا. يعني انا هسيب المعلقة بقى دلوقتي. اللقطة دي للأسف الكاميرا كانت فصلت وانا ما كنتش اعرف. شايفين يا جماعة الخليط قوامه عامل ازاي؟ يعني هي خدت كوباية اللبن كلها تقريبا. يعني كوباية اللبن كلها، كوباية لبن صغيرة مش كوباية لبن كبيرة. تمام كده. انا قلبت الخليط بقى بتاعي او خليط البسكوت على ورقة زبدة علشان خاطر هنلفها رول، وتقريبا يعني طلعيها متساوية. يعني هي على قد ما تقدري كده. سوي العجينة او الخليط بتاعنا. سويه كويس بايديكي كده وبورقة الزبدة لحد ما يطلع ايه شكله رول معاكي او اسطواني يعني. تمام كده يا حبايبي. مننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو. اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. تمام كده. احنا بقى هنلف الخليط بتاعنا كده رول، وهنلفها كويس على بقدر الامكان. يعني حاولي تسويها تبقى متساوية، يعني مش تبقى معروجة او حتة مثلا يما عالية ويما واطية. لا، يعني حاولي تسويها بقدر الامكان كده علشان القطعة تطلع معاكي متساوية وشكلها حلو. تمام كده يا حبايبي. هنقفل بقى الرول كده من الجناب كويس جدا ونضغط عليه كده علشان خاطر يطلع الصواني معانا وشكله كويس. وهناخد بقى الخليط بتاعنا ده او خليط البسكوت ده وهنحطه في التلاجة. سهلة جدا في الفريزر يا جماعة. يعني انا حطيته في الفريزر، هتحطيه ساعة في الفريزر بالظبط. لو هتحطيه في التلاجة يبقى 3 ساعات، انما انا حطيته في الفريزر يعني ساعة واحدة بس، وطلعته وقطعته واشتغلت بيه عادي جدا. تمام كده. وهنطلعه بقى من الفريزر بعد ساعة. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا كده حطيته في الفريزر ساعة بالظبط وطلعته. هنفكه بقى
وبيتفك بكل سهولة علشان خاطر الزبدة أو السمنة اللي فيه. إحنا حاطين فيها 4 معالق سمنة أو زبدة يا جماعة، يعني مش شرط سمنة زبدة أي حاجة يعني. هو جِمِد معانا أهوّة، وهنقطّعه بقى بكل سهولة جدًا، مش متجمِّد بقى عامل زي التلج ولا الكلام ده، ولا يعني بيتقطّع بكل سهولة يعني. طعمه لذيذ جدًا وولادِك هيحبوه أوي، يعني ما هي كل شوية يقولوا لِك اعمليه لنا هيزهقوكِ بقى. شايفين شكله عامل إزاي يا جماعة؟ حلو أوي، أوي بجد. هنقطّع بقى كده، يعني التقطيعة دي حسب ما أنتِ حابة، يعني عايزة تقطّعي قطع أكبر من كده قطّعي، عايزة تقطّعي أصغر قطّعي، يعني براحتك خالص. وأنا في الوقت ده أنا حاطة على البوتاجاز يعني شوكولاتة خام في طبق، وباعمل لها حمام بخار كده، يعني أي حاجة تحتيها كده وإيه، في مَيّة أو ممكن تسخّنيها في الميكروويف كده، يعني شوكولاتة خام تبقى سايحة يعني. علشان هنغُط فيها القطع بتاعتنا دي علشان تدّيها شكل حلو وطعم حلو طبعًا. شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ حلوة أوي، أوي بجد. تنفع للولاد مثلًا للمدرسة، تحطها لهم في الlunch box ياكلوها في البيت كده، حاجة تحلية سريعة كده، مش هتاخد معاكِ 5 دقايق. أنا بقى هاحطها في الطبق وهنشوف بقى الشوكولاتة بتاعتنا اللي ساحت، علشان خاطر نغُط بقى إيه فيها البسكوتات أو القطع الحلويات بتاعتنا دي، عاملة زي شُفتِ الجاتوه والحاجات دي، هي زيّها بالضبط، زي الجاتوه وزي الحاجات الحلوة اللي بتتباع عند الحلواني. ده الشوكولاتة يا جماعة اللي أنا سيّحتها على حمام بخار وحطيت لها معلقة من الزيت، بس بقى شايفة أنا غطّيت نُصّها كده، نُص قطعة الحلويات بس كده. ومعايا بقى فرماسيل بُني، يعني أنا كنت باطلّع القطع من هنا ومعايا مكسرات برضه، كنت بارُش عليها في ساعتها علشان خاطر أنتِ لو سِبتيها القطع كده تبرد هتروح قافشة الشوكولاتة، ولمّا تيجي ترُشّي عليها المكسرات أو الفرماسيل بتاعِك مش هتمسك معاكِ. لازم تبقى سايلة كده، يعني أنتِ أول ما تغطّسيها في الشوكولاتة كده، هترُشّي عليها بقى المكسرات اللي أنتِ حاباها، فرماسيل، شوكولاتة مبشورة، اللي يريّحِك خالص، تمام كده؟ أنا هاخلّص بقى الكمية كلّها كده وهاورّيها لكم شكلها بقى عامل إزاي. شايفين يا جماعة الجمال؟ طبق حلويات لذيذ جدًا مش هياخد معاكِ 5 دقايق، ولا فرن ولا بيض ولا أي حاجة ولا دقيق ولا عجن ولا لَتّ ولا أي حاجة خالص، مقادير وهنلخبطها في بعضها ويطلع معاكِ بالشكل اللذيذ ده. طعمها لذيذ جدًا، جدًا، وعيالِك هيحبوها وكل شوية بقى يطلبوها منِّك. ولو عندِك ضيوف كده تعمليها في 5 دقايق، حاجة سريعة كده وشكلها إيه، تحفة بجد. شوفي بقى الطبق ده يتكلف قد إيه لو اشتريتيه من برّه. حلو أوي، أوي، أوي. نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك. وبألف هنا وشفا للي يجرّبه.